إيرلينغ هالاند سجل هدفين مهمين ساعدوا مانشستر سيتي خلصوا مباراة ويست هام يونايتد ب3 أهداف من غير مقابل على ملعب الاتحاد في الجولة 17 من البريمير ليج. الهدف الأول جاله من بدري جدا في الدقيقة 5، والهدف الثاني جه في الدقيقة 69، وكده ساهم بشكل كبير في تأكيد الفوز الكبير للفريق. الهدفين دول مش بس ضمنوا الفوز، لكن كمان رفعوا رصيد هالاند الشخصي في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد الهدفين دول، هالاند وصل للهدف رقم 104 خلال 114 مباراة، وده خلاه يتجاوز عدد أهداف كريستيانو رونالدو في نفس المسابقة، اللي سجل 103 أهداف بس على مدار 236 مباراة، بالرغم من إنه لعب لمانشستر يونايتد في فترتين مختلفتين. المميز برضه في موسم هالاند ده إنه قدر يفتتح نتيجة المباراة لمانشستر سيتي أول ما يبدأ اللعب في 10 مباريات من أصل 17 مباراة لعبها لحد دلوقتي في البريمير ليج، وده بيوضح قد إيه هو عنصر فعال وبيصنع الفارق من البداية. الإنجازات دي بتأكد إن هالاند مش بس مهاجم بيسجل، لكن كمان عنده قدرة كبيرة على تغيير مجرى المباريات لصالح فريقه. المباراة قدامه وست هام كانت كمان فرصة واضحة لهالاند إنه يثبت نفسه أكتر ويبين قوته في الدوري، خصوصاً مع التأثير المباشر على النتائج. من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، سيتي كان مسيطر وبيحرك اللعب بطريقة منظمة، وهالاند دايماً موجود في الوقت الصح عشان يستغل أي فرصة. النتيجة النهائية 3-0 مش بس بتأكد تفوق مانشستر سيتي، لكن كمان بتسجل لمسة خاصة في تاريخ هالاند الشخصي في الدوري الإنجليزي، خصوصاً إنه قدر يتفوق على رونالدو في عدد الأهداف بفرق واضح رغم قصر المدة اللي لعبها. الموضوع كله بيحكي عن مهاجم في أوج عطائه، هدفه مش بس يسجل، لكن كمان يدي فريقه أفضلية من أول ماتش، وده بيخلي أي منافس يحسب حسابه قبل ما يواجهه. هالاند دلوقتي بقى مثال حي على الإنجاز الفردي المتزن مع الأداء الجماعي، وده اللي بيخلي مانشستر سيتي من أقوى الفرق في الدوري الموسم ده.